أهلا ومرحبا بكم أخواتي في فيديو تاع نهار اليوم. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبخير. كما راكم تلاحظوا الفيديو تاع اليوم حول اللوبيا اللي كامل نديروها على الأقل مرة في السمانة، نديروها في هذا البرد. اليوم جيتكم بكيفية باش تجيكم اللوبيا بنينة. رجعت اللوبيا ما تجيش بنينة بيسك كي راهم يغرسوها راهم يديروا لها إضافات. هذوك الإضافات يخلوا الحبة تجي كبيرة وتجينا احنا كي نطيبوها تجينا صامتة بسبب دوك الاضافات اللي يضيفوهم لها باش هما تجيهم الحب يجيهم كبير تاع اللوبيا. انا اليوم جيتكم بكيفية تخلي اللوبيا تاعكم تجيكم بنينة وناجحة ان شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو على بركة الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والجام. هنا جبت اللوبيا بعد ما كنت نفختها ليلة كومبلي في الماء كامل. نعرف بلي نفخوا اللوبيا في الليل وغداك الصباح نقيسوا لها داك الماء ونطيبوها. واللي ما عندهاش لاكوكوت دير لها بيكربونات ولا مغرفه صغيره تاع خماره الكاطو باش تطيب لها، اللي تطيبها في الكسرونه العاديه. ومن غداك نقيسوا لها كامل هذاك الماء ونشلوها مليح. انايا هنا راح نديرها في لاكوكوت، واللي ما عندهاش لاكوكوت ديرها يعني في القدرة عادي وتخليها تغلي حوالي واحد الساعة 45 دقيقة حتى لساعة راح طيب لها. أنا هنايا ضفت لها الماء راح تدي معايا واحد 20 دقيقة، واللي ترميها عادي تدي معاها قلنا واحد 45 دقيقة حتى لساعة. بعد ما غلات لي اللوبيا نتاعي راح نحي لها كامل هذوك الرغاوي ونرميهم لها، نرميهم لها كامل باش نقصوا لها شويه لي غاز وما تجيناش صامطه. نحوهم لها كامل، وبعد ما نحيتهم انا حنضيف لها هنايا شويه ملح. واللي طيبها في القدره عادي ما ديرلهاش الملح حتى مع التالي. كي تشوفها يعني بدات طيب لها تضيف لها الملح. انا هنايا راح نغلق عليها في لاكوكوت كما راكم تلاحظوا. بعد ما طابت لنا اللوبيا تاعنا يعني كي طيب لك في لاكوكوط ولا في القدره العاديه قيسي لها كامل هذاك الماء، يعني صفيها في الكسكاس وقيسي لها كامل هذاك الماء وشليها بشويه ما سخون. نشلوها بشويه ما سخون باش نحولها كامل هذيك البيوضيه تاعها اللي تطلقها، هذيك هي اللي تطلق لنا السموطيه. ونجيبو هنايا بصل وطوماطيش. انايا هنايا طوماطيش خدمتها من قبل تاع الحب، وانتي تقدري ديري 2 حبات طوماطيش وتسكرف تجيهم. فلفل كحل، راس الحانوت والكمون وفلفل عكري، الثوم والرد. ونجيبو انا حنديرها في القدره عادي. بعد ما طابت لي في لاكوكوط راهي طايبه ندير في القدره عادي. نقلي البصل تاعي عادي كما راكم تلاحظوا ونضيف له 4 مغارف تاع زيت كما راكي تلاحظي، ونديرهم يتقلاو. ندير يتقلاو، وكي يتقلى لي البصل تاعي مليح مليح نضيف له الطوماطيش اللي كنت انا عندي طايبه من قبل، يعني اللي تكوني فوتيها في السكرفاج طوماطيش وتخلي كل شيء يتقلى مليح مليح وتخليهم يتقلاو. ولا حبيتي تزيدي حبه زرنديه ما عليهش، كاين اخوات يحبوا يزيدوا لها زرنديه. انايا هنايا ما درت لهاش. تقدري ديري زرنديه، حبه زرنديه تقطعيها رقيقه ولا ديريها هكا كومبلي بعد تنحيها كيما تحب الاخت. انا ضفت الان الثوم والرند وزدت التوابل، فلفل كحل، فلفل عكري، وراس الحانوت والكمون. الكمون تقدري تزيدي شويه بيسك اللوبيا فيها ليكاز لازم نكثروا لها شويه كمون. حنا صفيناها من هذاك الماء الاول كامل، نحينا لها ذوك ليكاز، نقصناهم ما نحيناهمش كومبلي مي نقصنا لها شويه ليكاز اللي فيها. ونجو نمرقو لهنايا. انا مرقت بالماء السخون. تمرقي على حساب الكميه تاع اللوبيا اللي كي دايرتها. انا راني دايره نص باكي يعني رطل تاع لوبيا. هاي بين اللوبيا تاعنا راح نضيفوها راهي طايبت لنا، يعني غير تعقد لنا في لاصوص تاعنا في المرقه تاعنا. يعني التمراق ما تسييش تكثري بزاف بيسك اللوبيا ماشي راح تزيد راهي ديجا طايبه. ونغطو عليها. انايا هنايا درت الملح، المقطع تاع الملح راح لي نسيت
ما تصورليش. شوفوا هنايا بعد ما طبخت لي، ما تنسيش ديري الملح للمرقه تاعنا اللي درناها. انا زدت فلفله تونسيه شويه، والاخوات اللي يحبوا يديروا الحار يديروا، واللي ما يحبوش ما يحبوش. تقدري انك ديري الفلفل الحار وتخليها تعقد. بعد ما عقدت لنا وطابت، ها هي واجده معنا اللوبيا تاعنا كيما راكم تلاحظوا. يعني شوفوا انا كيفاش جاتني، تجي صدقوني تجي بنينه وياكلوها ويحبوها بهذه الطريقه، يعني راح تجيك بنينه. وديري كي ديري لها طوماطيش تبان فيها، يعني كي تدوزني كلش وديري كلش تطلق هذيك البيوضيه تاعها، يعني ما تبانش وما تجيش حلوه. وبهذه الطريقه وبهذه الكيفيه راح تجيك بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوا طريقتي في طهي اللوبيا، ونتمنى الاخوات اللي يزوروا قناتي لاول مره يشتركوا في القناه ويدعموني بالجيم. والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.